السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفرخة اللي احنا هنحشيها مرتة من غير ما نخيطها ومن غير ما نعمل اي حاجة ومن غير ما تتفك منك في الحلة بتاعت الشوربة. لا، انا هعمل النهاردة طريقة انت هتعمليها سواء في البط سواء في اي حوان انت بتطبخيه هتعمليها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. وهنعمل جنبها طبق بطاطس وطبق رز هون وطبق ملوخيه. بسم الله ما شاء الله. ويلا واحده واحده كده على الفيديو على شرحه وهنشوف هنعمل ايه. بس استني انتوا ايه قبل ما نروح كده على الفيديو. عايزه لايك، عايزه اشتراك، عايزه تفعيل القناه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهارده بقى احنا نعمل ايه؟ نعمل الفرخه البيضه دي. طبعا انا جايبه فرخه بيضه كبيره هنا زي ما احنا شايفين. عايزه احشيها مرتة اللي هي المرتة البورسعيدي الجميله دي يعني. بس بخاف من ايه؟ لو احنا حشيناها كده مهما احشيها ومهما يعني اعملها واقفلها برضو بتتفك في الشوربه. فانا النهارده انا هعملها بطريقه يعني ممكن تعمليها مع البط، تعمليها مع اي حوان، يعني اي حوان تعمليها مع المرتة دي عمرها ما تتفك ابدا. الاول طبعا احنا بننقع الفراخ. طبعا انا ليا فيديو قبل كده كنت ازاي بقول لكم ان انا ننقع الفراخ معلقه طحينه على ليمون على ملح على دقيق. طبعا بيشيل البكتيريا اللي في الفرخه كلها وبتتغسل غسله نظيفه زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ومن القلب ومن كله. وبعد كده ايه هنشوحها. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا بطبخ في زيت الذره، بحط ورق اللورا مع الحبهان مع المستكه وبحطهم ياخدوا ايه في الزيت شويه. احط الفرخه. طبعا مش هحط لها البصله دلوقتي احنا بنحط لها الميه البصله بالبهارات بتاعتها بعد ما تغلي 5 دقايق. علشان ايه ما ينفعش نحطها دلوقتي؟ ليه بقى؟ لانه بيطلع على الوش كده يعني بتبقى مسودة. لا احنا عايزين شوربه بس جميله جدا. طبعا الميه لازم كده تغطي الفرخه كده. بسم الله ما شاء الله عليها. بعد كده هنسيبها بس 10 دقايق تغلي مع النار. وبعد كده ايه هنعمل لها البصله بتاعتها علشان عايزينها شوربه بيضه كده. هنعمل منها الملوخيه وهنعمل فيها البطاطس بالتومه وهتبقى الاكله النهارده يعني ايه جميله. غير كده انا مركزه بس النهارده على الفيديو ازاي احنا هنعمل البصله. وكده انا ما حطيتش اهو البصله المرتة معاها كده، لا انا بسلق الاول الفرخه هي وهنمشي مع بعض خطوه خطوه وهتبقى احلى ايه مرتة في اللي هتعمليها وهتجربيها بطريقتي باذن الله. هنا عملت البصله عليها رشه فلفل، رشه كمون، رشه ملح ودعكناهم كده زي المرتة ومستنيه بس الفرخه ايه تغلي وهنحطها عليها بعد 10 دقايق. يعني في اي مش شرط الفراخ، في اي حوان ما تحطيش الفرخ يعني البصل على طول معاه، لا استني لما يغلى كده 10 دقايق وبعد كده حطيها معاه هتاخد شوربه لونها ابيض وجميل جدا. هنا طبعا انا خلطت هنا البطاطس طبعا وهعمل ملوخيه جنبها وخطوه خطوه هنمشي مع بعض. طبعا البطاطس دي انا هعملها شوربه بالتومه كده تبقى جميله جدا ومفيده. هنا عندي بيحبوها وفي اللي بيطلب ملوخيه هعمل الملوخيه. بس الشوربه دي بتبقى جميله جدا اللي هي شوربه البطاطس بتبقى حلوه. وهنمشي مع بعض في كل حاجه خطوه خطوه باذن الله. عملنا البصله في الكبه بس ايه ما تخليهاش ناعمه قوي ولا ناعمه ولا جرشه قوي. هنا حطينا طبعا المرتة يعني كمون يعني الفلفل والملح وهنحط لها نص كوبايه ميه لان البصل من الحاجات المائيه اللي بينزل ميته. وهنحطها على البوتاجاز تغلى نعملها كده يعني نحطها كده على نار هاديه ونسيبها لغايه لما تستوي خالص. انا كده خلصت الفرخه زي ما احنا شايفين اهو، طلعتها في صينيه. وهنا طبعا المرتة الحته مش هقول لكم الحته عامله ازاي. دي المرحله الاولانيه. هنحشي الاول ايه الفرخه. طبعا زي ما احنا شايفين كده مهما تعملي في الفراخ البيضه لو انت عملتها بمرتة وعملتيها وخيطتيها وعملتيها برضه هتفك في الشوربه لان النسيج بتاعها بيبقى ضعيف. انما كده هو بسم الله ما شاء الله ادينا ايه يعني حتى برضه في البط في اي حاجه انا بعمل نفس النظام ده. وانا ايه اول مره اصورها على القناه بتاعتي فانا قلت اوريها لكم لان انا بعملها على طول بالنظام ده لما بكون عايزه اكل مرتة. طبعا انتوا عارفين البورسعيديه والشعب المصري عامه بيحب المرتة. دي اول خطوه. تاني خطوه طبعا احنا هنجيب ليمونه
وانا هعصر عليها الليمون، نعصر عليها الليمون على الجلد كده من فوق. طبعا كده انا عملت الجلد زي ما احنا شايفين اهو بليمونه. تاني حاجه هنعمل ايه بقى؟ خلاص الفرخه هي دي تاني مرحله. هنا بقى ايه عملت ايه بقى اللي احنا هندهن بيه الفرخه؟ دي معلقه صلصه، معلقه يعني ربع معلقه زيت، رشه فلفل طبعا، رشه ملح، وهنخلطهم كده كلهم مع بعض وهندهن ايه الفرخه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بتبقى جايه زي بتاعه المحلات، وطبعا المرته وجمالها يعني حاجه كده اخر قلاجه. بسم الله ما شاء الله. ندهنها كده طبعا علشان التحمير بتاعها بيبقى جميل جدا لما بتدهن، وبتدي لون الكهرمان للفرخه كانك جايباها من عند المحلات بالظبط. طبعا سايبه لها شويه شوربه صغيرين كده علشان بس ايه تتاخد كده في الفرن. هنحطها في الفرن دلوقتي، فانت لازم تحط لها ايه يعني بتاع اقل من ربع كوبايه زي ما احنا شايفين كده. لان يعني المرته دي انا بعملها كده سواء طبخت بط، سواء طبخت اي حوان، يعني اي حاجه، فبقوم عامله المرته كده لوحدها، ولا خيط ولا اعمل. ممكن تتفك في الشوربه وكذا مره تفشل مني الفرخه البيضه دي بالذات. فايه اختي هي اللي علمتني الطريقه دي، رحت لها مره كده ولقيتها ايه بتعملها، قلت لها الله ده انا هعملها على طول. من ساعتها وانا بصراحه اتعلمتها منها، يعني عيش المعلم ولا يتعلم. بسم الله ما شاء الله. لازم كده ندهن الفرخه كده كلها عشان تديكي ايه اللون اللي هو بتاع المحلات زي ما احنا شايفين كده. طبعا ايه هنحطها على الفرن من تحت شويه، وبعد كده ايه هنولع عليها الشوايه، يعني شوايه وفرن. هنولع شوايه وفرن. ليه؟ لان انا سايبه فيها شويه الشوربه علشان تندمج مع الفرخه مع البصله، تبقى جميله جدا. انا مش عايزه اقول لكم الطعم بتبقى حكايه. طبعا انا بعملها وشغلت الفرن والشوايه، وهنقوم نحطها، وبعد كده هنقوم نعمل ايه بقيه الاكل خطوه خطوه كده مع بعضنا. زي ما احنا شايفين كده الشوربه بسم الله ما شاء الله عليها. وهنا الحله بتاعت المرته فاض مني يعني كام معلقه مرته اهي، هنحط عليهم ايه شوربه الملوخيه. طبعا حطينا الشوربه اهي، وانا عامله ايه طماطم اهي برضو نيه في نيه اهي. انا ما بحطش طماطم كتير لان انا بحب الملوخيه خضراء، ملوخيه صعيدي، انا بحبها بطريقه الصعايده، يعني انا بحبها بطريقه الاخوات الصعايده. ليه؟ لان ماما معلماني ايه على اللي هي ما بنحبش الملوخيه يبقى الصلصه باينه كده فيها قوي. طبعا وهنسيبها تغلي وهنحط الملوخيه بعد كده. طبعا هنا عملنا الشوربه هي، ولعت عليها البوتاجاز طبعا فيها الكبده وفيها القنصه، وحطيت زي ما احنا شايفين كده البطاطس. هنسيبها لما تغلي وبعد كده هنعمل لها ايه طشه التومه، بتبقى يعني تاكليها تحفه جدا. عقبال بس اما الملوخيه بس الصلصه بتاعتها والشوربه كده تندمج مع بعض كده، يكون ايه دي كمان غلت. وهنعمل لهم الطشه واحده بالكزبره، انما بتاعت البطاطس دي بنعملها تومه كده، تومه بزيت الذره، ونقليها ونحمرها ونقوم طشينها ايه على الوش، تبقى جميله جدا. ولو انت جربتيها الاكله دي اي شوربه، بس شوربه الفراخ بتبقى خفيفه، شوربه الفراخ او اللحمه. ما تعملهاش بشوربه البط لانها بتبقى تقيله بشوربه البط، وبتبقى جميله جدا. هنا بيطلبوها مني لما بكون عامله اي فراخ او اي حوان كده يعني. طبعا كده الثوم بتاع الملوخيه معمول بالكزبره طبعا الناشفه. طبعا زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احلى ملوخيه، ونعمل الطشه بتاعتها بقى كده جميله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تبقى احلى طبعا الملوخيه ما بناخدهاش كتير غلوات كتير على البوتاجاز علشان ما يعني كانت ماما تقول لي تسقط مننا تحت. زي ما احنا شايفين كده السمك بتاعها طالع جميل جدا.
وده كانت عندي في الفريزر وقلت لا اما اعملها لهم لان هم من عشاق الملوخيه. طبعا هنا البطاطس خلاص حطينا لها التومه، وبسم الله ما شاء الله. مش هقول لكم على ريحه البطاطس والملوخيه والمرته يعني عاملين ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني 3 دقايق كده هطفي ايه على البطاطس كده يا حبايب قلبي. اكون خلصت انا احلى فرخه ممكن تاكليها بالمرته، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده الجمال ده؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. ولا تفك في الحله ولا تعمل اي حاجه، بتسويها بره وبتيجي في الفرخه بتحشيها وبتحط ربع كوبايه شوربه وبتدخلها الفرن. وشايفين التحمير؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كانها جايه من محلات الشوي والله. والريحه جباره انا مش هقول لكم عليها، بسم الله ما شاء الله. وايه ده كمان؟ الله 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 يا ملوخياته يا ملوخياته. ايه ده ايه الجمال ده؟ كنت انا مفرزاها في التلاجة وطلعت منها وعملت لاسرتي وفرحتهم بها. وهنشوف ايه كمان. الله 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 الله. شايفين الجمال؟ شويه بطاطس زي ما انا قلت لكم كده في الشرح بتاع الفيديو، جميله جدا. الله الله على احلى. دي اكله جميله جدا جميله جدا. هي اكلتي النهارده بتتكلم على الفرخه وعلى حشو الفرخه من غير ما تتفك مننا في الشوربه. لا الطريقه دي اعمليها مع الحوان كله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. واقول لكم ايه، تعالوا اتفضلوا معانا احلى اكله واحلى ملوخياته. ويا سلام اهدى البطاطس الجميله دي. يلا ان شاء الله كده واشوفكم في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.